كلنا محتاجين نتعلم حاجات جديدة ونطور من نفسنا علشان نواكب التغييرات الكبيرة اللي بتحصل في العالم دي. علشان كده في كام حاجة لو أخدنا بالنا منهم هيساعدونا جدا في مرحلة التطوير. أول حاجة، لو أنت أذكى واحد في المكان اللي أنت فيه فأنت في المكان الغلط، لأنك مش هتتعلم أي حاجة جديدة. 2، الحاجة اللي أنت مش مستعد تلتزم بكل قوانينها علشان تحققها بلاش تضيع وقتك فيها. بمعنى تاني، ما تلتزمش بأي حاجة أنت مش مستعد تضحي علشانها. 3، ما تنساش اللي كانوا معاك وقت لما ما كانش معاك أي حاجة، خاصة الناس اللي بيقولوا ما كانش معايا حد، ما كانش معايا غير ربنا. أرجوك ركز على دي جامد لأن هو ده المطلوب. 4، مشاعرك لو احتفظت بيها من غير ما تعبر عنها لحد أو تسجلها أو تكتبها هتتحول في النهاية لفوضى ملهاش نهاية ومش هتعرف تركز في أي حاجة. فأنا أنصحك إنك تكتبها، لأنك لو كتبتها هيزيد عندك الوضوح، وخاصة الوضوح العاطفي، وده بيأثر على كل حاجة تانية. 5، وصفة النجاح زي ما اتكلم عنها كتير جدا من الناس اللي حققوا اللي كان نفسهم فيه في مختلف المجالات هي أعلى التزام مع أقل توقعات. 6، لو دايما بتسمع للناس من غير تفكير أو من غير ما يكون ليك رأيك الشخصي عمرك ما هتتعدى مرحلة إن كل اللي في راسك ده هو مجرد أفكار وآراء لناس تانية. فلو عاوز دايما تفضل غلط اتبع القطيع. 7، عمر ما حد هيعرف قيمة اللي نفسك فيه غيرك، فأرجوك بلاش تدور على قيمة اللي بتحبه في عين ناس تانية. مساء الفل.